مساء الخير لكل متابعينا. مساء الخير. حلقة الليلة مميزة مع شخصية لعبت دور كبير بمسيرة نادي الرياضي بيروت. ضيفنا اليوم ما بيوقف كتير تحت الأرض، بس وجوده له تأثير واضح بكل بطولة وكل إنجاز حققه النادي الرياضي. هو جزء لا يتجزأ من صدارة النادي الرياضي وتألقه عربيا وآسيويا، وحبه للنادي بيظهر من خلال حماسه وتفاعله بكل تفصيل بالملعب وخارج الملعب. ولما نحكي عن نادي بحجم الرياضي يعني الكل بيعرف قديش حجم المسؤولية، وهون بيجي الدور على المدير الرياضي. ثانك يو مساء حبيبي. الخير مرة تانية. مساء النور حبيبي، ثانك يو لكم. خبرة طويلة بدأت مع الرياضي وكفت بالفيبا. حضرتك خبير إداري بالفيبا كمان. اليوم حنستقبل مدير فريق النادي الرياضي الكابتن وليد يمو. ثانك يو حبيبي، ثانك يو، كلكم ذوق. شكرا على الاستضافة وإن شاء الله تكون حلقة حلوة. حبيبي الكوتي، بالعكس حتكون الشرف لنا. دردشة خفيفة نضيف. صح. أول مرة بتكون يمكن بكونتاكت هيك مباشر مع جمهور كرة السلة مع اللبنانية. الجمهور هاي أول مرة. طيب حنبلش أول فقرة هي الأسئلة الشخصية مع طارق. اتفضل طارق. يلا. يعطيك العافية كابتن وليد، لنا الشرف إنه تكون معنا ونحن ثانك يو مبسوطين بحياتنا. بدنا هيك بس هيك كم شغلة، يعني كم سؤال حيكونوا يعني خفيفين نظيفة كبداية. يعني بدنا نشوف كبداية كيف بلشت قصص عن النادي الرياضي، كيف دخولك على النادي أكيد. كلياته هذا. بدك بلش أشرح لك أنا؟ بدنا أنا أول بلشت شيء يلا آه، بلشت تلميذ بالنادي الرياضي من سنة 93. بلشت بأكاديمية الكاراتيه. بال 95 بلشت أكاديمية الباسكتبول، فانضميت دغري لها كمان. كنت من أوائل المنضمين للأكاديمية، وحبي للعبة صار من وقتها. يعني ربيت على حب النادي الرياضي، وكنت تلميذ بالأكاديمي لحد ما تدرجت فيها لل 2006. بلشت أشتغل بالإدارة، وبلشت أدرب وساعد بالأكاديمي أكتر. وب 2011 2012 كان لي أول تجربة إدارية، لما النادي الرياضي قرر يستضيف بطولة آسيا بلبنان. وكنت من ضمن ال LOC اللي هي Local Organizing Committee. ومن وقتها حاج مازن وتمام جارودي تعرفوا علي أكتر، وما فرطوا بجهودي، وأصروا أن أكون بالجهاز الإداري. ومن هونيك كبرت الخبرين. تمام. نحن عم نعمل كنا سيرش، فبين معنا إنه أنت معك شهادة من الفيبا مظبوط، معي كذا شهادة من الفيبا. كسيرتيفيكت فيبا ايجنت. أكاديمي مانجرز. عامل الفيبا أكاديمي مانجرز، هذا البروجرام بينعمل كرمال إدارة الأكاديميات. وعامل وليتلي قطعت كل الامتحانات وتعينت كفيبا تكنيكال ديليجيت. التكنيكال ديليجيت مثل هو كأنه مندوب فيبا بالبطولات. في كتير ناس يمكن ما بتعرف الدور، او بتلخبط بين دور المراقب والتكنيكال ديليجيت، بيعتبروهم دور واحد. التكنيكال ديليجيت بيكون شغلته اكتر يطبق قوانين فيبا من from A to Z، من ناحية الماركتينج، من ناحية الميديا اوبريشنز، من ناحية التيم eligibilities، من ناحية التكنيكال ميتينجز. كل شيء خاصه بسير المباراة بيكون التكنيكال ديليجيت هو عم بيديره. تمام. أنت كنت موجود بالنادي الرياضي، وفي فترة بعتقد بال 2020 سافرت على قطر. شو كان السبب لحتى تركت النادي الرياضي ورحت على قطر؟ ليك تركت النادي الرياضي غصبا عني، يعني ما كنت مبسوط اني فالل. بس الوضع بلبنان وقتها كورونا ووقت الثورة
والتسكيرات واللوك داون والهيك. فبتعرف انت كل واحد عنده عائلة، بيضطر انه يلجأ لبرا لحتى يقدر تو بروفايد يعني للعائلة. يعني ما فيك كمان تترك تضل قاعد عم تتفرج. تمام. وهو شو السبب اللي خلاك ترجع على النادي تترك قطر وترجع على النادي الرياضي؟ ليك الحمد لله الستاند بقطر كانت كتير منيحة، فيها بوتنشل كتير كبير كان. بس بعدي عن عائلتي ما كان خليني مرتاح. يعني عرفت مثل كأل حيالله واحد قاعد بعيد عن مرته وبنته وعائلته ما حيكون مرتاح لو قد ما كان عم بيعمل مصاري صراحة. فبأبريل يمكن 2023 نزلت على لبنان بالعيد، ونزلت عم سجل بنتي بالأكاديمي. وطلعت لقيت انه الباسكت رجعت الاكاديميز رجعوا، والعجقه كبرت ورجع الباسكت يعني مثل ما كان. فاخذت قرار بوقتها انه خلص انا راجع على لبنان بالصيفيه بجولاي. وبالفعل بجولاي كنت ببيروت، وتواصل معي حاج مازن كرمال لما انفتح الفيكنسي كتيم مانجر، وعملنا كذا اجتماع، وبالاخر رجعنا قررنا انه ناخد هيدي الفرصة ونمشي فيها. كانت يعني منيحة لمحبين النادي الرياضي لو انبسطوا بعودتك أكيد. في يعني آخر سؤال بدي أسأله، أنت أكتر محل هيك شفت حالك فيه كمدير للفريق الأول أو كمدرب يمكن بالأكاديمية، يمكن فترة اشتغلت أو بعضوية أو بعضوية باللجنة تبع في منظمة ببطولة آسيا؟ ليتلي خلص انا قصة الكوتشنج شلتها من راسي كومبليتلي، لانه من انا وصغير كان اتجاهي اكتر للإدارة. والحمد لله هيدا الدومين عم بنجح فيه والحمد لله الحمد لله يعني النتائج هي اللي بتحكي. فلا انا كتير مرتاح از تيم مانجر. وهلا بالرول الجديد تبع فيبا كمان از تكنيكال ديليجيت، الحمد لله ما في كونفليكت بين اثنين، وبقدر لحق بين اثنين. فاثنيناتهم مكفى فيهم للاخر ان شاء الله. وشو في بيجي بعد شيء جديد كمان يمكن ناخده. تمام. أنا هون بنتقل للشباب، هيك انبسطت لأنه تناقشنا معك أنا وياك شوي. خلينا فرانكو، تفضل. ثانك يو طارق، ثانك احمد يو. كتير. هلا حنروح شوي على اسئله عن ناحيه مهامك بنادي الرياضي والشغل اللي كلنا بنعرف الشاق والمتعب مع هيك نادي كبير. وحنروح عند عادل وعلاء. انا اذا بتسمح بس فرانكو وعادل واستاذ وليد، بس هيك شغله صغيره لازم كعتاد نذكرها ونعبرك، ومن نحن ككورتر فايف وكل الفانز باسكت بتمنى من حضرتك توصلنا تعزينا للكابتن كريم زينون، اكيد اكيد. لانه عرفنا الفتره اللي مرق فيها والحادثه اللي فترة واصحابه، صعبة كتير. فبنتمنى بنعزيه. نعم تفضل. فنحن بس بدنا نعزيه عبر حضرتك، توصل له تعزينا له، اكيد اكيد. والله يجعل نفسهم بالسماء والله يرحمهم ان شاء الله. امين يا رب. امين يا رب. تفضل فرانكو. يلا عادل وعلاء. وتفضل عادل تفضل. كابتن كيفك؟ ان شاء الله بخير. معك عادل. هاي عادل، كيفك حبيبي؟ الحمد لله. وانا اقول لك هابي بيرثداي كمان ثانك يو حبيبي، كلك ذوق. حبيبي. كيف بتوصف المهمة ما بين انت صلة الوصل بين اللاعبين، الجهاز الفني، الإدارة، يعني انت الحلقة بيناتهم؟ كيف توصف لنا هيدي المهمة وقد ايه متعبة؟ It's not an easy task تكون صلة وصل بين الكل. يعني أمرار كل اللعيبة عندهم متطلباتهم، الجهاز الفني عنده متطلباتهم، الإدارة عندهم الاكسبكتيشنز تبعهم. فمنه شيء هين أبدا. هلا اللي بيعذب أكتر شيء هو شق راحة اللعيبة وراحة الجهاز الفني.
الإدارة بتضحي أمرار كتير بخصوص هذا الموضوع، بس راحة الجهاز الفني واللعيبة هو توب برايورتي عنا. وهذا الموضوع اللي بيتطلب كتير ضغط وكتير مجهود لحتى الكل يكون مرتاح، وخصوصا بالسفرات الخارجية لما يكون في عندك ضغط جيمات ورا بعض باك تو باك جيمز، وبلبنان بفترة الفاينل فور والفينال. هون بتحس أكتر شي بالبريشر يعني. صحيح. وحضرتك كمان مسؤول عن الشق اللوجستي بالنسبة للسفر، اوتيلات، تأشيرة، تنقلات. كل شيء خاصه بترانسبورتيشن، كوميونيكيشن، اوبريشنز خاصة بالفريق كله بيكون من خلالي أنا 100%. وفي لجنة بتساعد بهالشي ولا بس حضرتك ك decision maker فيها؟ أكيد بالتعاون مع الإدارة. أول ما وصلت، أول سيزن لإلي كان بالأول بلشت إنه بتاخد كذا رأي قبل ما تاخد ديسيجن، بس بعد ما مرق أول سيزن وكان كل شيء ماشي كتير منيح، صرت بقدر هلأ محلات كون عم باخد ديسيجنز لحالي، لأنه صار في عندهم ثقة بالقرارات اللي عم باخدها، وخصوصا من يعني خلال السفرات، خلال التريننج كامبس، خلال الفاينل فور والفينال، وكل هالمواضيع سوا عم يتركوا لي المجال لحتى أكون عم اتصرف بحرية. تمام. بالنسبة للأجانب من المطار، من لما يوصل على المطار، شو مهمتك بتكون يعني من استقباله من المطار let's say ليوصل على مقر النادي؟ هو قبل يعني قبل ما يوصل نحن اكيد بدنا نكون محضر له قطع له التيكت تبعه، قطع له مجهز له الابارتمنت، مجهز له الترانسبورتيشن تبعه، كل شيء لحتى يكون مرتاح. يعني ما فيك انت كمان تجي بدك تعتبر حالك انت مسافر على بلد جديد واول مره بتزوره، فمن هونيك بتبلش يعني كيف بتحب حالك تتعامل بدك تعامله، مظبوط. ويكون صحيح. كل شيء لحتى يكون مرتاح ويقدر يفوت بجو الفريق ويقدر يتأقلم بسرعة. هيدي تشالنج عند الكل، يعني ما دايما بتزبط انه الفريق او الاجنبي يتأقلم بسرعة مع الفريق، يعني وخصوصا نحن فريق امرار بيضطر نعمل ابجريدز، امرار ديو انجريز بتجيب اجنبي جديد، امرار نحن بقلب جيم نكون عم نغير اجنبي نجيبه بالطيارة. هيدي ما بعتقد شغلة هينة ابدا يعني. صحيح. وشفناها وقت كيكا I think. لاست سيزون ايه صارت كذا آه. بكذا ايفنت يعني. مظبوط. صحيح. طيب خلال الحرب مرقنا مرحلة صعبة على الجميع، كيف قدرت تأقلم الأجانب؟ كيف قدرت تطمنهم؟ كيف قدرت تخليهم يبقوا موجودين؟ خليتهم بجو الرياضة مثل ما بيقولوا، بجو الباسكت. نحن بأول فترة لما احتدت الأمور كتير، فضلنا إنه نكون عم نظاهر الأجانب من لبنان لحتى نبيعد كل يعني لا سمح الله يصير شيء وهن هون بصير أزمة يعني. فجربنا نظهرهم كلهم، بالفعل نجحنا إنه نظهرهم، ونجحنا إنه نردهم أول ما رق الوضع شوي، قدرنا إنه نرجع نجيبهم. هونيك لعبنا دور إنه كنا محاوطينهم مزبوط، كنا كل الوقت حواليهم، شو ما يعوزوا اكيد حدهم، نشرح لهم انه نحن بعاد شوي على البارامتر اللي عم بينزل فيه القذايف او اللي فيه الضرب، فقد ما فينا جربنا والحمد لله. الحمد لله. ويعطيك ألف عافية كابتن. وهلأ مع خينا علاء كمان عنده أسئلة. اكيد يلا. عادل يعطيك العافية كابتن، كيفك؟ شو أخبارك؟ فيك علاء حبيبي، شكرا. حبيبي نحن هون بس حابين نضوي ربيع يسألني شيء كمان. لا انا مش اسالك، انا بتعرفوا للمجهول اللي بيطلع، بتعرفوا للمجهول اليوم حنعوض. بتعرفوا للمجهول اللي بيطلع مع رودولف هلال، هذا انا المجهول بس يجي دوري. يلا علاء. حبيبي ربيع. نحن بس كنا حابين هون نضوي شوي على مهام مدير الإداري تاع الفريق، لأنه أكترية الباسكت بول كوميونيتي ما بيعرف شو مدير الفريق بيعمل، شو الكي بي اي تاعه، كيف بيقدر
انه شو بيشتغل بالضبط. فهون انا كنت حابب ضوي على موضوع السوشيال ميديا، بما انه هلا نحن بزمن كلنا عايشين على السوشيال ميديا، ونحن بنعرف قديش السوشيال ميديا بتاثر على اللاعبين. اوقات بتعمل لهم ضغط نفسي، اوقات بيطلع عليهم اشاعات، اوقات يعني كثير بيطلع حكي، اوقات sometimes positive sometimes negative. فكيف مدير الفريق بيقدر يحمي لاعبينه من موضوع السوشيال ميديا والضغط اللي بيجي عليه من هالباب يعني؟ هلا نحن باول السيزون ما كتير بنتطرق لهيدي الامور، لانه باول السيزون الجمهور بحق له يحكي والجمهور بحق له ينتقد، نحن صرنا بمحل انه وير بروفيشنال تيم، بدنا نتقبل المديح مثل يعني بنتقبل المديح، بدنا نتقبل كمان الذم. بس امرار بتنزاد الامور عند حدها، فبنضطر انه بنصير مثلا بنمنع الظهور الاعلامي، بنبلش مثلا يخففوا الشباب على السوشيال ميديا قد ما فيهم كرمال نضل مفوكسين على التارجت تبعنا. نعرف بوقت من الاوقات رح نرجع نفرجي الكل انه الديسيجنز اللي نحن اخذينها هي الديسيجنز المضبوطه. it takes time بس انه بالاخر عم ببين يعني المجهود اللي صار وكل شيء عملناه كان بمحله. 100% كابتن، يعطيك الف عافيه. اوكي، بخصوص موضوع الجمهور، فهل مدير الفريق او حضرتك بيكون لك علاقه مباشره او عندك مثلا رابط مباشر مع رابطه الجمهور، بتنسقوا مع بعض او شيء ولا لا؟ هلا انا جمهور رياضي قبل ما اكون مدير فريق، يعني انا برات الفريق انا جمهور، فقريب من الاشخاص كلهم، بعرفهم كلهم، بمون عليهم امرار بيطلعوه من تيبل الواحد بس بيرجع بيمشي حالهم بالاخر. 100% سبيشلي الجمهور الرياضي متطلب كتير، بدنا بطولات دايما. اكيد بعدين امرار لما يصير معنا ردة فعل برا، بيصير جمهورنا بده يعمل ردة فعل اكبر بس انه بالنهاية بنجرب نخلي كل شيء على ارض الملعب يعني. 100%. اوكي، وانا اخر سؤال عندي كنت حابب اطرح انه هل في شيء مهام حضرتك اسا بتعملها بالفريق يمكن نحن ما تطرقنا عليها يمكن لانه نحن ما بنعرفها، ولا انه هل في شيء اسا حابب تتطرق له بهالموضوع؟ ليك بالمبدأ هول هن يعني هي كل اللي ذكرناه هون، واكيد امرار بنساعد بتأمين البادجت تبع الفريق يعني. بنجرب نجيب سبونسرز، بنجرب نجيب يعني كل شيء فانز للنادي بنقدر، او كل شيء بنقدر نسويه لنجيب البادجت ونأمنها، خصوصا لانه نحن بعاد كل البعد عن المال السياسي، فعم يكون مجهود مضاعف لنقدر نأمن البادجت ونضل محافظين على نفس المستوى تبعنا ونضل على قدر التطلعات تبع جمهورنا. فهذا شيء صعب منه هين حد إدارة الفريق. 100%. الله يعطيكم العافية ويشد بإيدكم. أوكي، أنا هون خلصنا أسئلتنا، برجع لعند فرانكو. تفضل فرانكو حبيبي. بما انه كابتن وليد اطلالاتك كتير قليله، فمش هنخلي سؤال بآسيا ما نسألك اياه، يعني عم نستغل الموضوع قد ما فينا. بس هلا قريت سؤال، هلا حنروح على فقره. قريت سؤال لبراين على قصة هيدي ما ضل حدا ما سألني عليها. هي يوم متى خبطت مرة اذا بدك تخبروا اياها. خبطت الطاولة اللي حد طاولة الحكام، في طاولة بلاستيك بيضة بكون من ورا التكنيكال فار. انا فيني اسال سؤال فرانكو. انا اليوم سوري عم نتشاغل شوي. بالسياق اللي حكيته كابتن وليد ببين انه الشغل المدير الفريق هو منه شغل عادي، لا بالعكس هو اساسي لينجح اي فريق. بس هل نحن اليوم بلبنان هذا الشغل هو بعده ببعض النظام البطولي هو ولا في رول بالاتحاد لازم يكون هذا الشخص مؤهل لهذا البوست بكل الانديه؟ عم نحكي اوفر اول. لا ليك بعد ولا مرة نحكى بهذا الموضوع يعني. في ناس يمكن تكون تيم مانجر بس انه هي منا ضليعة باللعبة 100%، او ما مرقة متدرجة قبل، او مثلا اكس بلاير بصير تيم مانجر. بس في تاسكس محددين كتار، ما دايما يعني بدك حدا يقدر يعملهم، عرفت؟
فإذا في بروجرام لهذا الشيء وبينعمل بروجرام ليقدر الواحد يصير to act as a team manager ويتعين، بيصير بالأندية، يتعين بالمنتخبات الصغيرة، يصير في تيم مانجر للأندر 18 بالأكاديميات، فمن هونيك ببلش تكبر هيدي البوزيشن كمان. شكرا لك. ثانك يو حبيبي. تفضل فرانكو. إن بدنا نكون شوي مع الإعلامي ربيع حسامي ضيفنا، وين ما كان بتلاقيه موجود ما شاء الله عليه. عايزك بكم سؤال بس نحن ما بنعرفه، مش ضمن الفقرة، هو شو محضر ربيع، ما حدا بيتدخل. ربيع تفضل. كيفك يا وليد؟ ينعاد عليك، العام وانت بخير. ثانك يو ربيع حبيبي، كلك ذوق يا حبيبي. حبيب قلبي. شباب كورة الفرد يعطيكم الف عافيه. انا هيك كل اسبوع بحب اطلع معهم حسب الضيف طبعا. انا اكتر حدا هيك يمكن بشوف او بيسمع وبيعرف قديش انت بتتحمل، قديش انت مثل ما بيقولوا بالي علموس بكتير قصص على البريشر اللي محطوط عليك، من الاشخاص انت اللي ما بتحب تحكي، واذا بتحكي ممكن تفجر. قلت شغله ما لازم نقطع عنها هي من شوي، المال السياسي، انه الرياضي ما عنده مال سياسي، ونحن بلدنا صغير وكلنا بنعرف بعض وكلياتنا هيك بالسبور بلبنان. اذا صار شغله هون كلنا بنعرف فيها. المال السياسي لا يخفى على احد انه اليوم عم بيندفع بكل الفرق، مش بكل الفرق، رح نحكي بكم فريق. اليوم بإعلان تشكيلة الهومنتمن جيما نوكيان كان مصر وعم بيشدد على خبرية إنه السنة ما حدا حيرفع راسه قدام الهومنتمن، حق شرعي وحق مشروع أي فريق يطلع ويحكي وينافس. اكيد بس حق بال شرعي ايه بس بالشو اسمه بالطريقه اللي كان عم يحكي فيها اليوم جي، او الطريقه اللي بيحضر فيها الحكمه. والرياض اليوم تعودنا انه انتم تشتغلوا على الرايق، على الهادي. شو مخبيين وشو ناطرين وشو تقول للجمهور؟ هلا ما كل اللي عنا هي عندكم، ما في شيء مخبى بقى، خلص هذا هو الفريق. نحن السبت الجاي طالعين على ابو ظبي، نبلش تحضيراتنا، حنلعب بابو ظبي تورنمنت، نحضر 5 جيمات، نرجع على لبنان نبلش بوصل. هذا هو الفريق. هلا من حق كل فريق يعلي السقف ويوطي السقف، هذا الشيء بيرجع لهم لهم، يعني هذا بالعكس بيزيد الحماس بالبطولة، والفيور شيب تكبر، والباسكتبول كبرودكت بيصير اكبر واكبر، وهذا اللي بدنا اياه. اذا يعني نحن بالنهايه معودين نرد على ارض الملعب، اذا بدنا نحكي من هلا لبكره فينا نعلي السقف قد ما بدنا وفينا نوطي السقف قد ما بدنا، بس بالنهايه الملعب هو اللي بقرر. سيرة الملعب هو اللي بيقرر. مزبوط انه الرياضي، هلا حتقول لي انت لا وما في معلومات وما في شيء من هذا الحكي، بس مزبوط الرياضي يمكن يروح على مدينة رياضية كرمال وصل بالادوار المتقدمة. رياضي يمكن رياضي يروح على دبي يلعب وصل. حلو حلو. فينا نعتبرها رسمية ولا بعد؟ لا مش رسمي. بس في حكي شيء لمدينة رياضية ولا ما في حكي بهالموضوع ابدا؟ في حكي مدينة رياضية، في حكي بدبي، في حكي بنواد نوفل، بدنا ننطر لنشوف. انا هو اسئلتي سريعين، خلي حبيت نسيك وعايدك، واكيد ان شاء الله بشوفك ولنا لقاءات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. ثانك يو حبيبي يا ربيع، يعطيك العافيه. على سيرة سؤال ربيع، إذا تهديد تبع الأستاذ جيما نوكيان مثل تبع الرياضي نص فريق تبع جوم جاعس، الحمد لله ما بدنا أكتر من هيك. هلا حنروح على أسئلة مع أبو زين، أسئلة سريعة. بونسوار كابتن. بونسوار حبيبي، يعطيك العافية وهابي بيرثدي خيي. ثانك يو حبيبي، كلك حبيبي. أنا ما حكون مثل الشباب، أنا هيك الفقرة تبعي جاست فور فان، وهيك تخبرنا أشياء عن قلب الفريق، هي سؤال وجواب بكلمة أو كلمتين، يعني أنت مثل ما أنت بتقرر خيي. يا بدك تقلنا مين أكتر واحد مشاغب بالفريق؟ مشاغب بالفريق كلهم. مين أكتر واحد ملتزم بالفريق؟ عليك من ناحية الالتزام، كوتش أحمد ما عنده مزح بهذا الموضوع أبدا، يعني الكل ملتزم من الكوتش أحمد لا حمودي بالآخر، كله ملتزم بالفريق، ما في مزح عنا بهذا الموضوع أبدا. مين أكتر واحد بضحك بالمجموعة؟ بيضحك لك سمع عنده نهفاته، بين اللعيبه يعني، وبالكوتشنج ستاف نحن لحال يعني. مين بمقلب الشباب، بيعمل مقالب بالشباب ليك كان وائل كتير.
اه وائل كان كتير كان يحب يعمل برانكس من قبل. هلا مين بحب بيعمل بطنه؟ معقولة. مين بحب بطنه؟ ما شاء الله عنهم، الله يحميهم، يعني بيمرقوا على البوفيه بيختفي طب كابتن سمي لنا شي لاعب لبناني حابب تشوفه بالاصفر. لاعب لبناني حابب تشوفه بالاصفر. هلا يلا بس يخلص من اليابان، سيرجيو. نعم هيدي معروفة يا حسين. غير سيرجيو، غير هيك شي سيرجيو. لاعب هيك على الصعيد الشخصي انت بيلفتك يكون لابس الاصفر. عمر جمال الدين. هيز بيج. كابتن سمي لنا شي اجنبي كان كتير قريب يمضي مع الرياضي ويفجر الدوري وما نجحت الصفقة. أجنبي كان قريب يمضي. ما او ما مؤخرا في. قد ما بالآخر صرنا مضطرين نغير أجانب، ده صرنا عم نغيرهم بسرعة. بس لا، ما في حدا هيك يعني. كل اللي قررنا نمضي معهم مضيوا وإجوا. مين اقرب واحد لوليد يمود بالكوميونتي بس من برات نادي الرياضي من الانديه التانية، لانه بنعرف انت كتير شوي محارب على السوشيال ميديا انك هيك مشاغب. مشاغب وهيك لا والله هيك انا بعيد كل البعد عن المشاغب يا اخي. بس لما الامور امرار تطلع من سياقها الرياضي، امرار بيضطر الواحد يرد، يعني عرفت. فانا بالعكس قريب من الكل وبحترم الكل يعني ما في حدا انه اذا واحد فارض عليك احترامه ما فيك تقلل معه احترام، عرفت. صحيح. فانه من هيدا المبدأ انا بمشي. يعني اذا انا حدا عم يحترمني كيف بدي اجي هينه او قلل اخلاق معه، عرفت. فبس امرار بتصير امور، يعني بيرجع بيمشي الحال. كابتن بدك تعطيني لحظتين ما بينساهم وليد يموت، وحدة فرحته كتير بنادي الرياضي ووحدة زعلته كتير بالنادي الرياضي. بنادي الرياضي ليك لما فليت من رياضي كنت بال 2020، يعني كنت فالل وقلبي كله هون. يعني انا قاعد بقطر وكل اللي بحبهم هون. فهيدي ايش كانت سعيدة كتير. أصعب شيء. أصعب أكيد من الأصعب. وأكتر لحظة فرحتني لما هيدي كلنا بنعرفها يعني. كلنا ما في حدا عنده داوت فيها أبدا يعني. هي فاينل 8 مصر دوحة. أكيد أكيد. بعدني لهلا ثلاث ثلاثيات. اذا بنرجع بنحضر الاعاده تبعها لهيدي الجيم وقت وائل حط ثالث 3-1 وطلب التايم اوت كوتش الحكمه، شفنا فرحتك كيف كانت وصدمتك نزلت على بنفس الملعب. الوقت. نزلت على الملعب وقتها. ايه هيدي ما ضل حدا ما سألني شو قلت له لوائل بهاللحظة. فما بقدر اقول لكم. أكيد أكيد ما حأسألك أبدا ومعروف الجواب يعني. الادرينالين بيكون للركب كان بوقتها، فاكيد مش حتقدر تقول لنا اياها هلا. لا 100%. آخر سؤال لك كابتن، مين أكتر أجنبي عذبك لوجستيا يعني؟ أكتر أجنبي عذبني؟ ما كان في عنده التزام بعض المحلات أو شيء؟ لا انتبه، هيدا الموضوع نحن من الأول بينقصر، ما إنه بنتركه لحتى يتمادى أو لحتى هيدا. الحمد لله يعني من وقت ما أنا بلشت لهلا ما واجهنا ولا انسيدنت. بالعكس يعني كلهم أوادم وكلهم مثل الليرة يعني. بدي اسالك عفوا حتى زاد يعني والله شفنا حتى ذاك تتفاجئوا فيه. ذاك لأنه من الأول كان يعني عارف حاله لوين جاي وعارف كان شو التارجت تبعنا. وإتس ماتر أوف 10 days. عنده هال10 أيام هو بده يمرقهم، يعني كان هو بده يمرقهم بأحلى صورة ممكنة لحتى يفرجينا إنه قادر يكون عم بيلعب بفريق كبير وعم بيكون محاوط بلعيبة كبار. ذاك بده لعيبة معه، ما فيك تيجي تكبه بفريق تقول له جيب 40 نقطة وارباح.
يعني الصراحة ما فينا نقول عنك انك مش مشاغب، ما تزعل مني كابتن. ليه؟ يعني مشاغب اصيل عن جد يعني. لا لا، مش مشاغب. مشاغب هي كلمة عاطفية بتيجي من حبك لنادي الرياضي بتنعاد كابتن، بالعكس. لا، هذا انا اصلا يعني انا خلص معروف اني مصبوغ بالنادي الرياضي، عرفت؟ انا يعني انا اذا ببطل بالرياضه يعني انا ما بلاقي حالي يمكن بغير فريق، وهذا الشيء غلط. هذا شيء غلط يمكن، بس انه انا هيك. هيدا يا حبيبي على شايف ومصبوغ. شايف هذا كنت بقطر انا. وشافوه لاعب كبير كان، يعني من اهم بس ما الصفقات كان انا على شفتها. ايام، ما كان على ايامك. يعني شو بحس بتضربه لو كنت على ايام اوشيفو. وشافوه ما اللي ما بيعرفوا وشافوه انا اللي مضيته بالرياضه. خبى ورا اصبعنا. الله يسامحك يا هلا. بس كنا عارفين انه اتس temporary signing يعني. طيب كابتن، حنسألك كم سؤال شوي هيك عن النادي الرياضي. يا فرانكو، كيف تشوف شو بقول لي؟ بس كنت قبل ما بدي نط على فقرة الرياضي كان بدي أسأله عن موضوع الأجانب اللي كنا عم نحكي. أبو سعيد، الحالة اللي خلقها أبو سعيد بهيك وقت حساس من بعد إصابة وائل، الحالة اللي خلقها والفايبز اللي عطاها للجمهور والعاطفة اللي كانوا بين الجمهور وأبو سعيد، أنتوا كيف شفتوها ككوتشنج ستاف؟ كيف يعني هيك صدمة اجت انه ليك قد ايه صار فيها العلاقة القريبة بين ابو سعيد والجمهور، مع انه ما كان عم بيقدم بالفاينل فور والفاينل لحديد تقريبا قبل اخر جيم الارقام اللي متوقعينها او اللي متطلبينها كجهاز فني من ابو سعيد. فكيف شفتوها هيك انجرو يعني هلا ابو سعيد السيركمستانسز اللي اجى فيها منن شيء هين ابدا. ابو سعيد كان مسطح بميامي له 3 اسابيع، واقف ما عم يعمل شيء، لا عم يتمرن لا عم يشوت ولا انجا عم يعمل ريكفري كان. ف لما دقينا له واجى على لبنان ووصل من الطياره على النادي عمل شوتينج براكتس الساعه 12 بالليل، تاني نهار جيم. فمنه شيء هين لحتى الواحد كأنك انه عم بتكبه بالنار. اول جيمتين 3 ما عطى، بس هي ديليفرد، بس كان بدنا اياه كان موجود. والجمهور حبه كتير يعني. بعد ما عيطنا له ابو سعيد واللقب رجع انتشر بسرعة، فالجمهور حبه، وهو انسان حبوب يعني. اللي مبين ما بده يروح ببيروت. ده باقي هون هلا، باقي بلبنان. انا برأيي دل بس مع طمطم واوسكار، يعني خليه مع الجمهور. لا والله ليك رابطة يعني اصلا. كيدي منيح كتير، عن جد كتير منيح. كيدي لعب ضدنا بالاتحاد، شفناه بوجنا وعذبنا وقتها، يعني مش انه ما عذبنا. 100%. كابتن وليد، كيف عندك حدا عم يحكي من الشباب؟ انا كنت بس لانه في سؤال من الجمهور انطرح كتير، فكانوا بس بدهم يطمنوا هل اجانب الرياضي اللي 3 صاروا ببيروت، بس حابين يعرفوا ولا لا لسه ما وصلوا. ده صاروا ببيروت زمان. خلص اوكي، تفضل فرانكو. كابتن وليد، كيف توصف علاقتك مع الحاج مازن طبارة؟ علي مثل يعني حاج مازن مثل خيل كبير صراحة يعني. صرنا أنا وياه فترة كتير طويلة يعني، قراب من بعض بدك تقول. بلشت مثلا من 2016 2017 وطلوع. يعني مثل خي كبير لنا حاج مازن. طيب ضمن لندل بنفس السياق تبع السؤال، لو السؤال شوي عاطفي حيكون، كيف تتخيل الرياضة من دون الحاج مازن؟ بالنسبة لي منه كتير سؤال عاطفي، لأنه بعرف أنا حاج مازن is building a solid ground للرئيس اللي راح يجي، الرئيس اللي راح يجي بعده، عرفت؟ وما عنده إنه والله أنا بدي ضل كل العمر رئيس لا بالعكس، هو عم بيحضر للي بده يجي بعده. بيكون اللي بيجي بعده أكيد بيكون مرتاح كمان. 100%. بنعرف كلنا علاقتك مع الكوتش أحمد فران.
شو برأيك أو شو بتتمنى له بمسيرته مع المنتخب؟ ما بتمنى له الا كل التوفيق لكوتش احمد. يعني كوتش احمد انا بيتي وبيت اهلي وبيت اهله الباب على الباب. يعني انا مش من امبارح بعرفه لكوتش احمد، انا بعرفه من 37 سنة. فعرفت عمر. يعني كوتش احمد شهادتي مجروحة فيه. كل التوفيق ان شاء الله، شو بده نحن على طول حده، ولو ما كنا مع المنتخب نحن حده. طيب كابتن، نعرف حضرتك كنت من المنظمين ببطولة آسيا 2012. حسب خبرتك شو برأيك يعني زيادة على القوانين اللي انضافت السنة لنظام الدوري اللبناني، شو برأيك بعد في قصص كان لازم تتحسن، أو شو لقيت شيء إيجابي بالقصص اللي تحسنت السنة اللي الاتحاد حسنها؟ ليك السنة حصر التوب 6 مع بعض. هذا شيء إيجابي جدا، إنه خلص ما بترجع بتعذبهم مرة تانية لحتى يلعبوا هوم واي مع باتم تيمز. لأنه نحن هيدي المشكل تبعنا. يعني نحن بنجرب أمرار نتفادى هول الجيمات، لأنه الجيمات أمرار يمكن بتتعور فيهم. بتلعب غلط. جيم بتصير رايح على الجيم ما مصدق كيف يخلص، لانه ما بتكون الفريق بيكون امرار مستلشي وعارف حاله اذا بده يشد بيربح. عرفت؟ هول بنجرب نحن نبعد عنهم قد ما فينا، بس بالاخر قد ما تجرب تبعد عنهم بدك توقع فيهم. وحصر التوب 6 هلا هيدا بخليك انت مفوكس اكتر على جيماتك، بخليك ان شايف على طول كرمال تكفي وصل مزبوط، تفوت على فاينل 8 وصل عم تلعب جيمات قوية. فهيدا شيء ايجابي اكيد. اللي مش ايجابي كتير انه زادوا الجيمات شوي كمان. هلا نحن صرنا تقريبا بنلعب 75 games per year او 100%. up to 80 games. بعد ما رحنا على وصل وبعد ما رحنا على هي كلها سوا نحن كرياضي بنوصل يمكن ل 75 80 games per year هيدي السنة. يعني انت عم تحكي في الي روتور 11 ب 11 22 جيمز. نرجع توب 6 كمان 5 5 هي 10 صرنا 32. يرجع عندك السيمي فاينل، بيرجع عندك الفاينل. حيكون موسم متعب 100%. وعندك وصل وعندك ابو ظبي وعندك دبي يمكن اذا ما كان فيها، اذا ما كان في مصلحة من دبي فينا نقفيها يعني. ممكن في احتمال ما يشارك ببطولة دبي. معقول كتير. هذيك السنة ما شاركنا نقدر نحمل فريق شوي، ومع هيك رجعنا طلعنا بإصابتين آخر الموسم 100%. كابتن نحن ما عندنا إصابات عضلية حضري ما في عندنا إصابات اكسيدنتس أو انسيدنتس بالملعب. فرانكو بعدك معنا؟ سامعني؟ سامعينك فرانك. صوتك بعيد شوي. هلا تمام. هلا كابتن بنروح على ام المعارك، رياضي حكمة واسئلة مع تونغو ومع هيدي مهمة كتير. هذه اهم وحده. هيدي تركناها للآخر لأن العالم كلها عم تحضرنا والجمهور كله بهمه الحكمة والرياضة. الماتش ابس كيف رح يكونوا، شو محضر الحكمة ليربح الرياضة وشو الرياضة محضر ليحافظ على اللقب. فهيدي هلا رح نبلش فيها. إذا بدك تونغو تفضل حبيبي. ايه بس اذا فينا بارت صغير نمرق قبل قرارات اذا سمعت استاذ شربل رزق كرمال الاكاديمي بلبنان وحضرتك يعني استاذ فيهم، فما بعرف اذا تستنى لحضرتك سمعت المقررات انه يعمل اليت اكاديمي، واللي برات هيدي المنظومه او القوانين اللي بيحطها رح يكون خارج الاتحاد لازم يترخص من الاتحاد 100%. هذا اللي لازم ينعمل. الاتحاد الحالي وصل لمرحلة قدر يأهل 3 منتخبات على بطولة العالم. بعد هيدي هلا ليتلي عملنا دروب. الاتحاد دغري عم يتحرك ليتدارك هذا الدروب ويبني عليه.
وهذا الشيء بينحسب له. يعني مش انه والله خلص انه نحن رحنا بعتنا 3 منتخبات على بطولة العالم وخلص سكرنا عليها. لا، لما هلا شايف انه بحاجة لانه يرجع يظبط الاستراكشر ويحط بروسيجرز للكل ويطبقهم على كل الاكاديميات وكل الاندية، اكيد هذا الشيء واجب وهذا الشيء المضبوط اللي عم يعملوه. بينظم سير الاكاديميات كلها وعمل الاكاديميات كلها، وبطل في اكاديميات فاتحه تكاكين. صح. في كتير، في كل واحد هلا حمل صفايره، عمل مدرب وجاب له 4 5 يدربهم، حضر له فيديوهين على اليوتيوب، جابهم بلش يعطيهم برايفت. طب هو كله كيف بدك والاهل مغشوشين امرار. فهون اجى دور الاتحاد، عم بيوعي الاهل وعم بينظم عمل الاكاديميات وعم بينظم المدربين ويعطيهم سيرتيفيكيشنز وعم بينظم كل اللعبة وعم بيعمل كل شيء ببطولات بيقدر يعملها للفئات العمرية كلها. فمن هون بيرجع اكيد رح نشوف، يعني رح يقطفوا ثمارة قريبا ان شاء الله بيرجع. حضرتك شاركت بالاجتماع اللي صار الاول، هن سموها ورك شوب شيء. لا ما كنت موجود. لا ما كنت موجود. طب بتلاقي اللي انحكى ورجع حطوا المقررات بصراحة قابلة للتنفيذ، ولا حنكون مثل على العادة اللبنانية على حكي بس صار أقل فعل؟ لا حيتنفذوا على أكيد بيتنفذوا، منه شيء كتير بعيد. أنا بدي بلش هلأ بموضوع الرياضي حكمي وهمت من كل الأندية إذا نحكي على البطولة. ما في شك كابتن، هي كانت يعني كلنا رايحين شوي بإحباط، قصة اليابان واللعيبة رايحة وكذا والدوري لا رايح، فجأة في يعني فقنا على بوم هي يويو، اجت البوم الثاني سيرجيو. حلو. هل هي نقلت أول شيء يويو، كل ما حدا كان متوقعها صراحة، وكلنا نحن انصدمنا فيها، وحق أي فريق بالعكس اللي عملوه الحكمة إنه جابوه بهذه المصاري. نحن كجمهور ننبسط، عم بحكيك اياه وانا رياضي يعني للموت. اكيد يعني بعدين هو كلاعب اذا صح له هيك كونترا بيكون مجنون اذا ما بياخده. طب سيرجيو الصراحه هي ردة فعل؟ لا سيرجيو على رادارنا من زمان، خصوصا انت لما بفل وائل من عندك بدك حدا كمان من حدهم للشباب. كوتش بدي اسالك بخصوص كونتراية يويو، حضرتك عندك خبرة كبيرة بهالموضوع. اليوم لنقول سيرجيو اخذ الكونترا الرقم المرقوم، بمحل معين خلصت كونترايته مع الحكمة، قرر يروح على غير فريق، وغير فريق منه قادر يدفع له يمكن نص اللي دفع له اياه نادي الحكمة. نفسيا كلاعب بيتأثر بهيدا الشيء انه كان عم بياخد كونترا محل معين بالتوب وصار ما دون النص، بيعتبر حاله انه هو مستواه اشط، ولا كيف كلاعب بيقدر يدبلجها براسه؟ هيدا بدنا ننطر ونشوف. هلا اذا رح يضل في انديه تقدر تدفع هيدي المبالغ. ما اي داوت مضى 3 سنين، بس انه بعد 3 سنين طب قد ايه بيتجدد له يويو اذا حابين يحافظوا عليه؟ عرفت؟ فما بعرف صراحه، والله ما بعرف. واكيد البرفورمانس بأثر على الكونتراكت. اكيد طبيعي اذا كانوا الاكسبكتيشنز ومطلوب منه انه يكون عم بيجيبوا بطوله وما قدروا يجيبوا بطوله. طب ما عندي فكره. مع انه نحن بنعرف انه سيرجيو كمان حكى معه من الحكمة مثل ما قال كوتش الحكمة بالانترفيو. ايه مزبوط، قال 3 نام حكمة فاق رياضي. صحيح. بس سؤال بعدنا ضمن هيدا الموضوع، انحكى رواية جو غطاس، الكوتش جو غطاس، انه نحن مضينا يويو الرياضي ما كان معهم خبر، وطلع كوتش احمد فران ميل تاني قال انعرض علينا يويو برقم معين نحن ما قدرنا نمضيه، مشان هيك ما مضيناه، وعلى اساس
يروح على امريكا يرجع شوي تفاجئنا مضى بالحكمه. 100% كيف هذا اللي صار. الروايه كابتن وليد، انت كيف تخبرنا اياها هيك؟ لان كل واحد خبر روايته، كل جمهور بشد عمايلته. لا هذا اللي صار، هذا اللي صار. يعني احنا اجى انعرض علينا يويو برقم كبير، ما فينا نعطيه هذا الرقم، ما بنقدر نعطيه هذا الرقم. اذا بدنا نعطي يويو هذا الرقم، طب شو بدك تعطي للشباب اللي صار له تربح معك سنين؟ طيب كابتن، انا لا اطلع من قصه يو بعتقد وكابتن سيرجيو الاثنين اخذوا حقهم. في شغله اليوم صارت، انه اليوم صار في نجوم كتير بفريق الرياضي زادوا، وحتى كمان بالحكمه. بس اليوم في شيء زاد، هو الاجنبي الثالث، الثلاث اجانب على ارض الملعب. اليوم في جيمات حتمرق، حنكون صريحين انه رح يكون في فرق كتير كبير بين الانديه الطليعه واللي تحت شوي بالمستوى بوجود اللبنانيين. هل ممكن الرياضي يعتمد على 2+1 بينه وبين حاله، ولا لا بده يبلش بالستري على ارض الملعب ليركب الكمستري بين الفريق؟ هي it depends. ما هو انت مضطر انك تلعب 3 اجانب، لانه وصل 3 اجانب. فما فيك تيجي تلعب بلبنان 2+1 وتعود الفريق على تركيبة معينة وتجي بوصل بدك امرار تستعين ب3 اجانب. فهيدي بقى ترجع للجهاز الفني، هو بده يقرر اذا ناوي يلعب 2+1 ولا بوصل وبلبنان، ولا ناوي يستفيد من عامل الاجنبي الثالث. هذا الشيء بيرجع لكوتش احمد والجهاز الفني، هن بيقرروا. انا الصراحه سالت هذا السؤال لقلك ليش يا كوتش. انت اليوم البوست تبعك هو مدير الفريق، مشاكل اللعيبه بدها تجي لعندك. نحن عم بنقول كنا كجمهور هون انه هون حتاثر على اللعيبه اللبنانيه بكل الانديه، انه انا ما عم باخذ التايم تبعي، وخصوصي بالفرق اللي عندها نجوم كتير رح يجوا لعندك بالنهايه. ما انت بتلاقي بفريق النادي الرياضي كل لعيب عارف دوره من قبل ما يبلش السيزون. وكوتش احمد ولا مره بيجي بيوعد لعيب بشيء وما بيعمله. بعدين من النادر انه يوعد لعيب، يعني عرفت، مش انه والله بيقعد معه بمضيه بيقول له رح يطلع لك 1 2 3، لا، بيمضي معه وما بيوعده بشيء، حسب الجيم شو بدها. بولي. كابتن، بدي اسالك شغله كانت بخصوص التايم بلاي اللي كنت عم تحكي فيه. السنه الماضيه بكتير محلات شفنا انه الروتيشن ضاقت كتير، خصوصا ببطوله اسيا. الروتيشن من بعد اصابه وائل، وعندك امير كمان منه موجود، شفنا بمحل معين انه الروتيشن ضاقت. لو من اول الموسم كان فايت بالجو اكتر يوسف غنطوس، وبمحل معين ستيف عساف، هل كان قدرنا ريحنا شوي ببرمة الروتيشن باللعيبة، ولا انت بتلاقيها انه اخذوا دورهم وهالقد في بوتنشل منهم يكونوا، بس بالجيمات الكبيرة ما؟ مش قصة هيك، ما هي كلها ظروف بتلعب دور. يعني عرفت، يعني لما انت بيكون فريقك مكتمل على الاخر وما قادر تكبر الروتيشن اكبر من هيك، وفجأة يروح عندك لاعبين من احسن لعيبة بآسيا، فبترجع بتضطر انك تستعين بالكل. يعني بدك بالاخر تجود بالموجود، ما بقى فيك تعمل شيء. نحن غير وائل وامير، اجاك اصابة مارن وجبنا كيكا رجعنا، ومين تعور عنا كمان ديك السنة؟ امير ووائل. بقول لك امير ووائل ومارن. مارج. ومحل معين قطع كيزي كمان بإصابة بأول الموسم، هو السمعة. هلا بدنا نروح شوي لبارت وصل، لأنه صارت القرعة امبارح، ما حكينا بعد عن وصل، بل عرفنا إنه بتبلش وصل ب 13. كيف رح يكون الدوري؟ كيف رح يكون طريقة اللعب؟ مثل بابل السنة الماضية قال لي روتور، لا ولا لهلا هوم واواي. راوند روبن اول شيء بنلعب مع ال5 فرق الثانيه. عنا سفرة على كازاخستان، عنا سفرة على ايران، عنا سفرة على العراق، على سوريا، وبدنا نواجه الحكمة بلبنان.
سو منه شيء هين يعني. هالسفرات الطويلة يعني تخيل انت كازاخستان نروح يمكن بدنا 20 ساعة لنوصل، ودرجة الحرارة يمكن تكون ماينس 20 لح نلعب هونيك. ف منه شيء هين حيكون. هو منه شيء هين، بس تجربة حلوة أكيد. بس بنفس الوقت أكيد على طول اكسبيرينس حلوة، على طول اكسبيرينس حلوة. كمان الاتحاد على طول بياخد بعين الاعتبار الحكمة والرياضة، بما انه هن على طول اللي هن البطولة، او اذا بدك جمهور القاعدة الجماهيرية هي كل شيء باللعبة. أكيد بس أكيد. بتلاقي شيء انه مثلا الاتحاد ما راعى ظروف وصل بالسفر وزاد عدد الجيمات، وخصوصا على الحكمة والرياضة وسفر. كيف هيدي تلاقيها؟ هيدا السنة اللي مرقت كان ظروف استثنائية، يعني كنا ظاهرين من حرب، والاتحاد مشكور مصر انه يخلص بطولة لبنان على ارض الملعب وما كان بده يلغيها، وهذا الشيء بينحسب لهم اكيد. آه، صار في عنا ضغط كبير، اكيد صار في عنا ضغط كبير، وهذا منه شيء بالايد يعني، بس انه بده يقطع السنة. اذا ببلش انت من اكتوبر بطولتك، او لتس سي اول نوفمبر، ستيل بعد ما في ديت، بس انه من نوفمبر لجون بتكون شوي مرتاح، اكيد بطولتك بتكون اريح شوي من السنة اللي قبل. هو هيك، بس لانه هيدي السنه عندك كذا ستوب، وخصوصا المنتخب عنده ويندو بين نوفمبر وعنده فبروري وعنده باوغست تقريبا، بيكون اصلا اوريدي خلصت البطوله. عنده بجولاي، وعندك بأول جولاي بيرجع صح، بأول. وعندك دبي كمان. عندك يعني دبي. دبي حتشاركوا فيها بطولة دبي بشهر واحد، ولا رح ترتقوا بعد انه بعد بعد ما فينا ناخد ديسيجن هلا، بدنا نشوف نحن فريق كيف ماشي امورنا، وقد ايه في لود علينا، واذا عم نقدر ننسق بين وصل وبين دبي وبين بيروت. هذا كله بينحسب بوقته. كوتش، انا بدي اروح على مطرح تاني. هلا انا لانه يمكن شوي من اكبر الشباب موجود بالعمر، فبعرف طريقه الرياضي بالشغل يمكن قديش بحبه، ما حدا يعرف شو عم بيصير جوا. وهذا الشيء انا بعتقد في ناس عم يتعلموا منه، صاروا عم بينفذوه. نعم. اوكي، اليوم واضحه لنا كلنا انه الحكمه رايحه اول ان لهيدا السيزون. 100%. اوكي، واليوم النادي الرياضي صراحه يعني فايت ببادجت اللي بوجهك كتير كبيره، ونحن بنعرف المال اليوم هو شيء اساسي للاجنبي، وهو هلا صار 60% على الملعب، بخصوصا انه 3 اجانب. في استراتيجيه متبعينها للفاينل فور والفاينل بوجه هيدي الاول ان. هو كله depending على الفريق كيف بيكون راكب، والكيمستري كيف بتكون راكبة، والأجانب كيف عم يعطوا. ما فينا نجي نحكم من هلا على الثلاث أجانب اللي وصلوا. الثلاث أجانب اللي عنا هن من الأفضل كمان بالمنطقة. وبدك تنطر لتختبرهم بوصل، تختبرهم ببطولة لبنان، تشوفهم هلا بأبو ظبي كيف حيكون الكيمستري مع الفريق، راكبين مش راكبين. وبعدين بالاخر بالفاينل فور اللي ناطر انه يجي وائل وميكر بالفاينل فور، ما حدا بيعرف العلا وين حيروحوا. اذا العلا رايحين لمحل بعيد، كيف بنسحبهم من العلا ونجيبهم لعنا؟ ما بتزبط. عرفت؟ صح. اوكي، هذا السؤال بيطرح نفسه، ونحن مقتنعين فيه كتير، بعكس كل الناس اللي عم بتقول انه وائل راجع. الصراحه نحن انا مني شخصي، يعني راي شخصي 70 80% بيقول وائل ما بيرجع. فاللي بيكون السبوت اليوم انت بتروح رايح في حدا معين عم نحكى معه بدون ما نسمي، او لا بعده فري، لانه اليوم عندنا مشكله هذا نعم. السبوت فري لا وائل. واذا ما اجى وائل، اذا ما اجى وائل بترجع لكل حادث حديث، بس هلا هذا السبوت هو لوائل. انا كان بدي اسالك عن هيدا الموضوع. نحن بمحل معين، في ناس عم بتراهن على بوفا انه ما يقدر يهدي معك مثلا let's say 30 دقيقة 35 دقيقة، وخصوصا بوصل انت رح نستفقد لاسماعيل احمد. فكيف التركيبة رح تكون اكتر بوضوح؟ رح يكون كامب شيء عصري هايك فور بوفا فور؟ كرمال هيك ما رحنا على اوبشن كومبو جارد.
هو بيرن بيلعب من ال1 ل 3 حسب ما شفنا. بيقدر فيك تلعبوا للفور. فيك تلعبه للفور، قادر يكون مرتاح على الفور لانه هو 189 198 فقادر انت تكون عم تعمل تلعبه للفور وهو يكون بمحل معين يمكن عنده ينلعب عليه ماتش. هيدي ما شغلة مدير الفريق، هاي شغلة أبو عمر. هو بيقدر. 100%. احنا اول شيء عارفين انه عندك عيد ميلادك وان شاء الله عبال المية. حبيبي ف- بقول لك سلام. وعن جد يعني انك تيجي تخصصنا بهيدا النهار يعني تاخر سهرتك لتضلك معنا. لا حبيبي، عن جد شغله عن جد. بكون هيك بإطلالي قريب من الفانز، أول مرة بعملها. نص الجمهور تقريبا ما بيعرفني، وبس جمهور رياضي بيعرفني أكتر شيء. هلأ هون انفتح شوي البلاتفورم حتى الكل يتعرف على وليد أكتر ويشوف شخصية وليد وثانك يو لكم. حبيبي فرانكو معنا. قبل ما تسكر بس بليز تونجو، في حدا بعت لي على الانبوكس سؤال لإلك. شو حلم وليد يموت بعد اللي ما حققه بالباسكت؟ شو حلم اللي حابب يحققه؟ على السؤال راح الكهرباء هذا يا ابو زين. على الحلم راح الكهرباء. الحلم تيجي الكهرباء يمكن أو شيء. يصير عندنا كهرباء 24/24. هذا أكبر أحلامنا هون. هذا حلم كل اللبنانيين. كابتن نحن ما حنطول عليك ونعتذر اخرناك شوي زياده. بس بدي من حضرتك هيك الصراحه كلمه لكورتر 5. يمكن نعتبر نحن اول ناس عملنا هذه الفكره انه الجمهور مع الناس اللي بقلب اللعب الانسايدر. لا، أنا ليك لو ما حبيت الفكرة ما من الأول كنت بس حكيتوني قلت لكم إنه ما، بس بالعكس حبيت الفكرة كتير وحبيت إني أكون قريب من الجمهور وإنه شوف أسمع لهم وشوف أسئلتهم وجاوبكم على أسئلتكم. وثانك يو سو ماتش على المجهود اللي عم تعملوه، وبعرف إنكم بعدكم بالأول بس أكيد رح تروحوا لمحل بعيد. وثانك يو لكل الجمهور اللي تفاعل معنا، وعلى البيرثدي ويشز هلا عم شوفهم كلكم ذوق، وان شاء الله بنلتقي فيري سون. شكرا لك. واخر طلب حبيبي، هيك. اخر طلب. شكرا، أنا من هذيك شرفتنا. السنة- انا من هذيك الساعه عندي حرقه انه ما عم بلاقي الخاتم. فينا نعرف وين ممكن ينباع ولا ما بينباع؟ هذا الخاتم بس للفريق. يلا اوكي. سبيشال اديشن. سبيشال اديشن 100%. يعني نحن فكرنا صراحه كلنا هابي بيرثداي يا شباب بالكومنت. كلنا بنعيد الكابتن. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. From old friends and new. May good luck go with you. And happiness too. عبال المية يا كابتن. شكرا لك. ميرسي كثير لكم. يعطيكم الف عافيه. حبيبي يا كابتن، نورتنا. نورتنا كابتن، نورتنا ويعطيك الف عافيه. ثانك يو شباب. شكرا. ميرسي للكابتن وليد. باي يعطيك باي. العافيه. عبال المية. باي. باي.